مساء الخير يا اصحابي، عاملين ايه؟ الدنيا كانت بتشتي كده من شوية، حبيت كده ايه يعني نقول خاطرة كده زي ما احنا متعودين، وهي ازاي تعرف وتميز اصحابك اللي ينفعوا يبقوا معاك من اللي ما ينفعش يبقوا معاك. زي ما قلت قبل كده في الفيديو، كنت منزلاه بتاع 11/11 ده، قلت سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام كان ربنا عامل حواليه صحابة، وكان ليه قصص كتير قوي مع كل صحابي، وكان ربنا يعني قادر يخلي سيدنا محمد يقوم بالرسالة لوحده، ما يكونش في قصص الصحابة ومواقفهم والغزوات زي ما متعارف يعني. طيب، وقلنا كمان ان العلاقات يعني بتمثل يا فشلك يا نجاحك جزء كبير يعني. وقلت برضو ان اهم علاقة المفروض ان انت تحافظ عليها هي علاقتك بنفسك، والثقافة دي جديدة علينا تماما يعني للأسف، ويعني مش هيحس بالكلام ده غير اللي جرب يعني. تمام. طيب، انا هديكم بعض العلامات كده اللي اقدر، انا ما بقولش حاشا لله يعني ان اقول على الناس مش كويسة، او ان انت تقول على صحابك مش كويسين او كده، بس يعني خلاص الصلاحية انتهت، او لا ضرر ولا ضرار يعني. تمام. طيب، اول حاجة نبدأ بالعلامات اللي تثبت ان الصديق او الصديقة دول كويسين. طيب ايه هي بقى؟ هتلاقي ابسط الحاجات بيسأل عليك، تمام، حتى لو ستايل حياته مختلف عن ستايل حياتك، يعني مثلا لو انت سنجل وهو متجوز وعنده مشغوليات، او العكس يعني عادي والدنيا مشاغل. طيب، ما قلناش حاجة. 2، بيفتكر ان هو ياخدك معاه الاماكن الحلوة اللي بيروحها، يعني لو رايح حاجة كويسة بيفتكرك، بيعرض عليك انك تيجي معاه، سواء بقى وافقت رفضت بس فاكرك. 3، لما بيكون في حاجة كويسة بيقولك عليها، يعني محل كويس بينزل خصومات كويسة بيقولك، شايف فيديو كويس بيبعتهولك، يعني باستمرار تلاقيه فاكرك يعني. تمام. بيدعي لك، بيرد غيبتك، ماشي. لو يقدر يساعدك في مشكلة بيساعدك فيها، جميل برضو من العلامات الواضحة. طيب نكمل يا حلوين، معلش. ايه بقى العلامات العكسية؟ اعكس بقى الكلام ده، ما تبص تلاقيه رايح مثلا حاجات، ما يروح ماشي بالهنا والشفا على قلبه، بس انا بتكلم في ناس ايه، تعرفك بس وقت المشاكل، تيجي تبخلك طاقة سلبية بس. طب هل مثلا الناس دي بيكونوا واقفين معاك وانت الدنيا معاك واقعة ولا زعلان ولا طاقتك سلبية؟ لا طبعا، لازم تبقى العلاقة المحبة والصداقة والود متبادلة، مفيش حاجة غير متبادلة هتستمر. انا بتكلم عن الناس اللي هي ممكن بقى ايه، تبقى عايشة في وهم ان ده صاحبي ولا دي صاحبتي، وديها وقتي وديها طاقتي. يعني انا مثلا، انا اقول لكم على حاجة، انا اقسم بالله انا لما اكتر الحاجات اللي مضايقاني في حياتي ان انا في يوم من الايام كان ليا اصحاب كتير، وكنت اقسم بالله بعد بقى الوعي والصحوة والصحوات الروحية والكلام ده، الواحد كان مديهم طاقته وعمره ووقته وكل حاجة،
لغاية لما وقع وربنا عرفه اخطائه ويعني الحمد. طيب نكمل يا حلوين مؤشرات الصديق اللي ينفع يبقى معاك في رحلتك، من الصديق اللي يعني خلاص ما يعني الصلاحية انتهت او كفاية لحد كده. والجزء ده بقى يعني الغريب والمفاجأة انه هيكون من قدام البحر. طيب بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده لان انا في يوم من الايام يعني اتقرصت انا، يعني سبحان الله انا دايما ربنا بيخلي قلبي دليلي كده، يعني ايه احساسي بينبهني يعني. فكان في ناس من اصحابي يعني سببوا لي مشاكل، وعادي بقى انا قلت ايه يعني مش مشكله، وسامحتهم ورجعتهم لحياتي تاني، وعملوا لي نفس المشاكل مره واتنين وتحت بقى الوعي القديم ان مش مشكله ان اي حد حتى لو سبب ضرر يفضل في دايره العلاقه. كانت مشاكل وخساير وحاجات كتير صعبه يعني. ف من البدايه كده يعني لما يبقى صلاحيه العلاقه تنتهي او تستشعر كده ان يعني العلاقة دي او الصداقة دي موجودة بتضر اكتر ما تفيد، هنا يبقى مش من الحكمة خالص يعني ان احنا نبقى موجودين لاسباب كتير. زي ما اتكلمت قبل كده، اتكلمت عن موضوع النفاق وهدر طاقة، ومش هيكون في يعني الشخص هيبقى وجوده في دايرة العلاقة بتاعتك ضرر اكتر من نفع يعني. فدايما لما بتصفي دايرة علاقاتك او تتخلى عن اي حاجة قديمة مش نافعاك، بيدخلك الحاجات الجديدة، او على الاقل ان انت بتتفادى يعني حاجة راكدة او حاجة ما فيهاش منفعة او حاجة جايبة وجع الدماغ او حد تفضل بقى تضايق نفسك، طب ده عمل كذا، طب ده ما بقاش زي الاول ليه، طب انا هو بقى يقول هو ما بقاش زي الاول ليه عليك. فليه يعني شوية الطاقات دي انت اولى بيها او انت اولى بيها. فده بالنسبة يعني لفلترة العلاقات. تاني حاجة انا ما كنتش مدركة خطورة المعلومة، يعني المعرفة يا جماعة غير الادراك. المعرفة ان انا عارف معلومة، طب ايه الادراك؟ الادراك ان انا طبقت المعلومه وطلعت نتائجها وما كنتش اعرف ان هي بالافكت ده او بالتاثير ده. فمره كنت باخد كورس في موضوع التخطيط، يعني البلانر والتخطيط الشخصي للحياه يعني عموما. فكان في من ضمن التخطيط للعلاقات قطع العلاقات. فانا كنت شايفه ان ده مصطلح قاسي قوي، يعني اقطع علاقه ايه؟ لا دي صداقة وعشرة فراح المدرب راح قايل، المدرب الرائع يعني محمد عيد، ان شاء الله يبقى ليا تسجيل معاه او يعني نتكلم معاه اكتر، يعني حد محترم ومتميز جدا في مجاله التدريب الشخصي والتدريب المهني المهم يعني. فقال لي تقطع علاقات وحكت له موقف ما، فقال لي الموقف ده يستدعي قطع العلاقة. فانا طبعا خدت الاستشاره ضربت بيها عرض الحائط وسامحت الشخصيه دي عادي وكملت معاها عادي، وعلى كميه المشاكل اللي عملتها وعلى كميه الاسرار اللي طلعتها وعلى كميه يعني بهدلت الدنيا بمعنى الحرف يعني. فمعلومه اهي وخدتها ومن حد متخصص من معلومه علميه وضربت بيها عرض الحائط. كانت ايه الكارما بتاعتي اهو. فدلوقتي يا جماعه يعني الناس اللي بتطلع تتكلم وبتطلع تنصح دي بتطلع اللي بيبقى حابب يعمل حاجه، بيبقى حصل له حاجه، بيبقى حابب يفادي غيره الغلط بتاعها، يعني بيحس ان ده بيخفف عنه، يعني بيبقى هو البلاك شيب في الموقف، يعني الخروف الاسود يعني اللي بيتضحى بيه عشان هو يكون الشخص المختار ان هو يرشد ناس تانية في
مواقف بقى، سواء بقى حياتية، سواء إنسانية، سواء مهنية وبس. ودي يعني كان موضوع الخاطرة أو موضوع الكلام عن الأصدقاء أو دايرة المعارف. ودلوقتي أنا مثلا هحكي موقف بسيط جدا بالوعي البسيط. يعني أنا دلوقتي يعني المكان اللي أنا موجودة فيه ده، يعني أنا متواجدة في ميتنج تبع مؤسسة ما يوم التجمع يعني. فأنا اخترت إن أنا أقعد لوحدي كده على البحر. يعني اخترت إن أنا يعني مش حابة مش حابة اختلط، مش حابة اعمل الميتنج. يعني ما اعرفش انا، يعني سبحان الله ربنا رايد ان انا اجي اقعد القعدة دي. ما جيتش انا في الصيف خالص البحر يعني. فانا الوعي القديم بتاعي كان لا، عادي ممكن اجي على نفسي واعمل حاجة انا مش عايزاها لمجرد ان انا يعني ارضي مثلا المجموعة اللي معايا. او يعني انا مش بعتبر ده ان انا عدم التزام، لا، بس حسيت ان روحي ده بقى الوعي الروحي الجديد مش قادرة تسيب الجمال ده، او مش قادرة ان انا لقيت فرصة زي دي ان اقعد مع نفسي او استمتع بالطبيعة وانا ما جيتش يعني في الصيف اي بحر. فحبيت ان انا يعني ابدي نفسي او اختار نفسي بقى. فبس ده نبذة عن الوعي اللي الواحد بيمر بيه او تعامل مع الاخرين ومع نفسه. دايما كنا بنشوف المذيعة الجميلة رضوى الشربيني طلعت اتكلمت عن سر نجاحها، وهو ان هي بقت تختار نفسها عن الاخرين. ودي كانت غلطة انا كنت بعملها، ان انا براعي الاخرين اكتر مني، يعني من باب المحبة، سواء بقى ناس قريبين مني، ناس أصدقاء، ناس حتى ممكن تكون غريبة. كان عندي حتة الإيثار دي عالية شوية، الإيثار يعني. فلما بقى الواحد حصل له مشاكل وحصل له مر بقى يعني مراحل وعي، وكانت ذروتها يعني أو أكتر مرحلة كانت بعد الكورونا أو أثناء الكورونا بس. ودي كانت الخاطرة الخاصة بالأصدقاء. ولو في أي أبديت أو أي حاجة جديدة أكيد هنزلها لكم. وشكرا.